وهذه هي الغريبه ديالنا من بعد ما وجدت. ضحكني. ضروري تجربوا الغريبه الباهله بهذه الطريقه، كتجي يا سلام ما تشبعوش منها. واو ضروري خاصكم تجربوها. واو مرمله ويا سلام صراحه كتجي يا سلام، ضروري خاصكم تجربوها واخا بهلوله واعره. بسم الله نبداو. اول حاجه غادي نحتاجوها هي 250 غرام الزبده، كنطيبوها حتى ترجع بوغنوازيط، وهذا هو السر اللي كيخلي الغريبيه تجي واعره. نعملوا الزبده اللي عندنا تذوب، نخليوها حتى تذوب مزيان. تقريبا بعد ما ذابت الزبده كيف ما كتشوفوا، غادي نجيب واحد الطاسه ونصفيو فيها الزبده اللي نوازيتينها. كما كتشوفوا اللون ديالها كيكون غامق شي شويه. غادي نجيب واحد البول. اول حاجه غادي نعملو 250 غرام بوغنوازيط، غنزيدو عليها 250 مليلتر د الزيت، نحركو هادشي هذا كامل مزيان. 150 غرام سكر سنيده كيف ما كتشوفوا كتسقل شي شويه. 100 غرام سكر كلاص حتى هو نفس الكميه تقريبا. وغادي نزيدو 2 ساشيات سكر الفاني. نحركو هاد المكونات كامله مزيان. من موراها نزيدو 120 غرام الزنجلان. من بعد ما زدنا الزنجلان نحركوه شي شويه. نزيدو 150 غرام كاوكاو مطحون، واحد البسكويت هيرنيز مطحون. نحركو كلشي مزيان بهذا الشكل هذا. كبيصه الملح صافي. دابا من بعد ما طحنا المكونات كامله غادي نبداو نزيدو الطحين. غادي نحتاجو كيلو الطحين. غنبداو نزيدو الطحين شويه بشويه ونحركو. غادي نعاودو نزيدو الطحين حتى نكملو الكميه اللي عندنا كامله. نزيدو الخميره د الحلوى. عندي هنايا 2 ساشيات كبارين اللي هما 20 غرام، ولا ساشيات صغارين تقدروا تستعملوا 3 ساشيات صغارين 7 غرام. ونغربلوها. نعاودو نحركو هادشي هذا كامل مزيان. فهاد المرحله هادي فاش كتبدا تقصح الغريبيه شويه، هنايا كنبداو نستعملو يدنا بهذا الشكل هذا. بسم الله. بالنسبه للطحين تقدروا تحتاجوا كيلو كامل اولا كيلو قل شي حاجه. المهم فاش تقربوا توجدوا الغريبيه ديالكم، داكشي اللي كيبقى لكم ديك شويه د الطحين في الاخر زيدوه شويه شويه باش تشبروا القوام اكزاكت الغريبيه اللي عندكم. هذه هي اللي كتعطي الخدمه، ما كاينش شي فايده بلدي. دابا نكملوا الخدمه الغريبيه ديالنا بهذا الشكل هذا. وهذا هو القوام د الغريبه باش كتجي هشيشه ومزونه. فاش كتشد الغريبه كتشد، ولكن فاش كتبدا تهرمشه بحال هكذا كتحس بها بحال اللي ما جمع شي راسها، بحال اللي مفتته. نجمعوها بهذه الطريقه هذه. نغطيو الغريبه ديالنا بشي سلوفان بحال هكذا. ودابا من بعد ما وجدناها وغطيناها بسلوفان نخليوها ترتاح في الثلاجه واحد ساعه المكانه. ودابا من بعد ما ارتاحت الغريبيه اللي وجدنا، وغادي نبداو نشكلوا كويرات صغارين اللي الحجم ديالهم ما بين 27 حتى 30 غرام بهذا الشكل هذا. حتى كنكوروها بهذا الشكل هذا. وكاين الناس اللي كتوجدها غير بالمعاينه، فماشي ضروري الميزان، يعني تقدروا توجدوها بالحجم اللي بغيتو، غير هو الحجم يكون متوسط ما يكونش كبير بزاف ولا صغير بزاف. انا غادي نستعمل الميزان باش يجيني كلشي قد بعض. كتجينا بهذا الحجم هذا كيف ما كتشوف. وبنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. وهكذا كنكونوا وجدنا الصينيه اللي غندخلوها للفران، وغادي ندخلوها للفران على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق. الفران يكون مسخن قبل، واذا كانت الفرفاره مشعوله من الاحسن. يا سلام. وهذه هي الغريبه ديالنا من بعد ما وجدت. ضحكني. وهذه هي الغريبه. جلس انا محتاج. وهذه الغريبه ديالنا من بعد ما وجدت. كتجي يا سلام صراحه. واو مرمله ويا سلام صراحه، واخا بهلوله واعره. صراحه كتجي يا سلام، ضروري خاصكم تجربوها. ضروري تجربوها. اصدق معكم 100%، ولا ما صدقتش اصلا يا بهلوله.